ابنك بلع حجر ساعة أو مغناطيس؟ إياكي تحاولي تخليه يرجع، انت كده ممكن تخرمي المريء وتدخلينا في كارثة. البطارية المدورة بتعمل حرق كهربائي في جدار المريء في ساعتين بس، وممكن تخرم الأمعاء. دي طوارئ ومحتاجة مستشفى فورا. لو الحاجة مش باينة، إياكي دخلي صباعك عشان تحاولي تطلعي الحاجة، انت كده بتزقيها تسد مجرى الهواء، وممنوع تخليه يرجع عشان متجرحيش زوره. طب لو بلع عملة أو خرزة وبيلعب وعادي، ده الزون الأخضر. راقبي الحمام 3 أيام وإن شاء الله هتنزل في البامبرز بأمان. لكن لو بدأ يريل كتير، بيكح، بيرجع، أو مش عارف يبلع ريقه، هنا مش هنستنى ونروح على الطوارئ فورا. الخلاصة، أي حاجة حادة والبطاريات يبقى مستشفى حالا. اعملي سيف للفيديو ده لأسوأ الظروف، واعملي شير عشان تنقذي طفل تاني. وقوليلي ابنك بلع ايه من الأرض قبل كده.